الحزب. الله يفتح عليك. تمام. وهو مستعد يستقبلكم، ولو في حد من العمال كمان مثلا نفر 2 3 ممثلين وضح لحضرتك. كلمني شخص من حزب الحريه والعداله، فكان بيعرض عليا امانه لجنه القوى العامله في حلوان. كان من ضمن طلباته بيعرض عليا امانه لجنه القوى العامله في حلوان. ايه رايك؟ بركه يا ريس. الحاجه الثانيه بالنسبه لشريط الرد، تمضوا عليه ولا تمضوش هنقول لكم بكره. شريط الرد تمضوا عليه او ما تمضوش هنقول لكم بكره لغايه ما نشوف الناس دي هتعمل. رجعوا الفلوس ورجعوا الشركه كل عام خلاص ما رجعوش مفيش مشكله. الفيزا الكارت دي لا 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 مفيش مشكله. انت الفيزا الكارت دي حاجه، وان انت تمضي على مرتبك حاجه ثانيه. الفيزا كارت حاجه، وان انت تمضي على الورق ان انت استلمت مرتبك او استلمت الظرف او استلمت الوصف، دي حاجه. فانتوا هتستنوا مننا بكره قرار بيقول تستلموا الوظيفه ولا ما تستلموش. الضرايب احنا زي ما قلت احنا معانا 5 علاوات. المفروض ان كان في علاوه تنضم على علاوه السنه دي. العلاوه دي اللي احنا هنطالب بان احنا نشيل الضرايب بتاعتها، لان كان المفروض علاوه تنضم تخش من العلاوات الخاصه على الاجر الاساسي. فنفترض ان العلاوه دي دخلت وهنطلب بخصم ضريبه كمان. ده بالنسبه للضريبه. بناء عليه بقى هم علقوا ورقه بناء على ان وقعوا بيني وبين العمال بس. فانا زي ما قلت انا راحتكم القضائيه بسبب الموضوع ده، ان هم اولا قالوا كلام ما حصلش، بيتهموني ان انا على علم بالموضوع وان انا ماضي على الحالات دي وانا ما اعرفش عنها حاجه، وبالانابه عن جميع العملاء. عايزين نشوف الامن الصناعي لما جه، ايه الاجراءات اللي هم خدوها ضد الشركه وايه الاجراءات؟ الاجراءات اللي خدوها ان هم حرروا محاضر وادوا فرصه للشركه بتلافي جميع السلبيات. ادوا فرصه للشركه بتلافي جميع السلبيات. احنا قدامنا فرصه وهم قدامنا فرصه. صلحوا ما صلحوش هيتم التصعيد في المستوى الاعلى. في الاجازات بس الرجعي قدمنا طلب للقوى العامله اول ما يجينا رد وقرار مختوم من القوى العامله انا طالب بيها زي العلاوات. لا الكلام ده مش وبرضه بخصوص استنونا بخصوص ان شاء الله صندوق الزماله. الحاجه اللي انا كنت لسه اتكلم فيها كويس هو فكرني. صندوق الزماله ايه رايكم؟ نقدم طلب اللجنه النقابيه تبقى مسؤوله عنه ولا ايه؟ طب تمام. هنقدم طلب بناء صندوق الزماله ليكون تحت اشراف اللجنه النقابيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا ان شاء الله في شهر يعني تبرع ان هو يساعدنا في المقر اللي احنا اتكلمنا عليه. قريب جدا يبقى لنا مقر كلجنه نقابيه وللجمعيه، وان شاء الله اول ما ناخد المقر هيكون كل حاجه بطريقه قانونيه، وهناخد الصندوق وهيبقى ضمن الجمعيه، ويبقى من حق اي حد فيكم ان يبقى موجودين متواجدين يوميا ان شاء الله في المقر اللي احنا هناخده. اي حد يجي في اي وقت هو عايزه يعرض مشكلته وهنستقبلها ان شاء الله نحل كل المشاكل. عايزين بقى اثناء ما مؤاخذه لما يكون في تفاوض معاه، مش عايزين بقى نظام الطبطبه بتاع زمان، واخد بالك؟ انا الصراحه هتكلم معاك بصراحه. اتفضل. نظام بقى ايه؟ ونظام اللي ادونا ناخده والكلام ده احنا ده مش عايزينه. انت شايف ان في طبطبه؟ معلش بس لا بقول لك عشان اقول لك حاجه. اتفضل. الحاجه الثانيه بقى لما يطلع يلف حضرتك، مش عايزين بقى عمليه الارهاب دي، وشك ومش وشك ومش عارف يطلع عادي. مين اللي بيقول وشك؟ معلش اللي يقول طول ما انت زي ما انت بتقول كده، اللي يقول مالكش دعوه بيه ما تسمعلوش.
عايز زي ما قال لك زميلك انت اللي بتعمل وانت بتعمل الكلام ده، لكن انت لو اتعاملت بطريقه عاديه واشتغلت زي ما انت شغال وما اديتش اي رد فعل مش مظبوط، لكن زي ما بيقولوا للاسف، بس الكلام ده كان قبل كده، ان المصريين هم اللي بيصنعوا الفراعنه. المصريين الكلام ده كان زمان، لكن انا بعد الثوره الكلام ده ان شاء الله ما بيحصلش ومش هيحصل. المصريين هم اللي بيصنعوا الفراعنه وليس الفراعنه هم اللي بيكونوا المصريين على الجهد. لكن خلاص احنا زي ما قلنا عصر الخوف التام. انا اادي شغلي طول ما انا اادي شغلي ومفيش اي خطا اخطا فيه وانا ليا حقوق، خلاص بشتغل وانا قلبي لا الكلام ده خلاص، الكلام ده بيحصل ومش هيحصل تاني. السعوديه يبص ده ويبص دوت ويقول لك ايه احنا انتوا رجاله، انتوا كده رجاله. اللي طلع بيتكلم على الاستاذ عبد القوي كل ما ينزل يقعد يبص المصنع كله، فهو بس عشان احنا حكايتين حب وموده هو بس بيطلع جرعه، هو بس خاصه بالحب. في حاجه ثانيه هنبدا عليها والناس كلها تسمعها، هاجي هنبدا عليها والناس كلها تسمعها. اي مخالفه امن حد يبعت لكم فيها اقول له انا اسف، انا عايز قرار بيقول ان الشخص الفلاني ممكن من حقه يحولني من تحقيق. موظف الامن تكتب اسمه في المذكره وتقول ان طبقا للقرار من فلان من حق صاحب من حق موظف الامن ويبقى مكتوب اسمه ان هو يحولني كده، غير كده محدش ينزل. هيطلعوا لك ورقه ويكتب لك في 5 ايام كده يكتب لك فيه اللي اكتب اللي يكتبه. احنا بنتكلم دلوقتي القانون وبنلاقي حاجه مش متطبقه بطريقه مظبوطه. احنا بنتكلم دلوقتي النهارده يوم 31، الحاجات دي المفروض تنزل الشهر الجاي، والشهر الجاي هيبقى 1/5 قبل يوم 2/5 بيوم. الناس كلها برضه فاهمه مفيش مشكله خالص. بالنسبه للحافز ما هو النهارده 31، بكره 1 نزل الحافز مع المرتب مفيش مشكله، ما نزلش هيتقدم شكوى بالاخلال بالاتفاق. الله يرضى عليك يا ابو احمد. حافز نزل مفيش مشكله، ما نزلش هيتقدم شكوى بالاخلال بالاتفاق. انا زي ما قلت خلاص، احنا ماشيين في طريق مش هنرجع. عايز بقى الناس كلها زي ما بيقولوا مره بالنسبه للوجبه اللي بتيجي كل يوم قانونا 30%، قانونا 30%. كل كلمه ان شاء الله نتكلم فيه قانونا 30%. نسمع فيصل. لا كلام انا قلت بس ما تمشي بس كده مع بعض شويه، نستنى مع بعض شويه، بس نستنى مع بعض شويه. طب هكمل معاك كلنا زي كل مره نرفع ايدينا نشد ايدينا لبعض، نشد ايدينا لبعض، وبعدين عايز صوتنا يوصل للمعارف، عايز الصوت يوصل للمعارف. ايد واحده ايد واحده ايد واحده ايد واحده ايد واحده ايد واحده. هنصور ايد واحده 10 مرات. ايد واحده ايد واحده ايد واحده ايد واحده ايد واحده
للاجتماع وللمؤتمر، وبشكر كل اعلام حلوان البلد اللي هم طلبوا رافضين ان المؤتمرات تبقى عندهم، وبشكرهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.